بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وبألف خير يا رب. جبت لكم أروع وأخف وأبن بانكيك ممكن تجربوه. أهش بانكيك ممكن تجربوه بأسهل طريقة، ويوجد في 5 دقائق، والوصفة مش راح تتعبوا فيها، راح نديروها بواسطة البراميكس. أولا وش عندنا بيضتين، عندنا كيس خميرة كيميائية، وعندنا لافاني نصف كأس، 240 مليلتر، 220 مليلتر سكر، وكأس حليب، نصف كأس زيت، وكأس ونصف من الفرينة اللي كنا غربلناها. اولا حبيباتي، البيض تاعنا بعد ما كنا غسلناه اكيد نحطه في البول تاعنا. الوصفه شوفوا جميع المكونات تخلط مع بعضها ونخلطوها بواسطه البراميكس. اولا نكسروا البيض ونحطوا عليه كميه من الفاني، وما تنساوش حبيباتي قرصه الملح، ديروا قرصه تاع الملح ما تنساوهاش. انا نسيتها، نتوما ما تنساوهاش حبيباتي. حطوا لافاني وحطوا نصف كأس من السكر، وخلطوا بواسطة البراميكس. لما تحسوا هذاك السكر ذابلكم في البيض، مباشرة ضيفوا هذاك نصف كأس تاع الزيت، وكملوا خلطوا بواسطة البراميكس. لما يمتزج هذاك الزيت أيضا مع هذاك خليط البيض والسكر، ضيفوا حبيباتي الحليب، وبعدها ضيفوا الفرينة هذيك اللي كنا غربلناها، وأكيد كيس الخميرة الكيميائية. حبيباتي شوفوا أسهل من هذا الوصفة ما كانش، وصدقوني تجي هشيشة وبنينة بزاف. جربوها وكالعادة فرحوني في تعليقاتكم. على بالي طولت عليكم الغيبة، ولكن للأمانة كنت شوية تعبانة، كنت مريضة شوية، والحمد لله يا ربي. على بالكم هذا الوقت راهو تاع لاغريب، الجو يسخن وبعد يبرد، والله نلبسوا ومن بعد نوليو نحيو. هذاك هو. حافظوا على روحكم حبيباتي، حافظوا على اولادكم، لبسوا لهم مليح مع الصباح كي يكونوا رايحين يقراو، وربي يحفظكم ويحفظهم ويحفظنا كامل. شوفوا حبيباتي، حطوا كيس الخميره الكيميائيه مع هذيك الفرينه ناكد لكم لازم تكون مغربله، وكملوا خلطوا بواسطة البراميكس. المقادير مضبوطة، مقادير مضبوطة. مباشرة حبيباتي روحوا سخنوا هذيك في الوقت، شفتوا هذا اللي تكونوا تخلطوا في المزيج تاع البيض ولا فارين وهذا لابات، كونوا سخنتوا حبيباتي المقلة تاعكم. من الأحسن تكون عندكم مقلة تاع لي كريب، ولا مقلة تكون شوية خشينة، وسخنوها ونقصوا لها على نار هادئة أو خليوها تسخن، باه اللي بانكيك تاعكم يجي الطياب تاعهم مليح، مش يتحرقوا لكم من برا ويبقاو من الداخل عجين. خليوها على نار ناقصة حبيباتي، خليوها تسخن، خليوها تسخن مليح مليح. ما تحطوش لي بانكيك تاعكم والمقلات تاعكم مازالت ما سخنتش حبيباتي. فوالا هذا هو القوام تاع العجينه اللي نحتاجوه حبيباتي. كملوا خلطوا، وهاد العجينه ما تحتاج انها ترتاح، بمجرد ما انها توجد مباشره حبيباتي روحوا ابداو طيبوا عادي. المهم قلت لكم اهم حاجه باه يطلع لكم مليح لازم تكون المقلاة تاعكم سخونه. شوفوا حبيباتي هنا بواسطه الغراف نحط كميه قليله، ومام حبيباتي كاين هذوك القراع تاع السيليكون اللي مالفين نحطوا فيهم شوكولا، نحطوا فيهم لي صوص تاع الكراميل ايتو، تقدروا حبيباتي تعمروها وتحطوا دي ميني بانكيك يجيو صغار هكذا كي يكونوا عندكم عرضات ولا ضياف ولا. المهم حبيباتي تقدروا تحطوا حجم البانكيك العادي اللي عملته انا امامكم. للمبتدئات واللي خافوا من انه العجينه ما يقدروش يقلبوها، يديروا دي ميني بانكيك هكذاك صغار حبيباتي. باذن الله عندي بزاف وصفات لي بانكيك، في المرات القادمه راح اشاركهم معكم. هذو مع الصباح كي يكونوا ازواجكم رايحين يخدموا ولا اولادكم، تقدروا ديروه كفطور للصباح، يعني وجبه خفيفه. شفتوا حبيباتي كيف راني نطيب فيهم؟ بمجرد ما يبداو يديروا فقاعات حبيباتي مباشره اقلبوها وما تخافوش منها. شوفوا كيفاه ارتفع الحجم تاعها، وكيفاه كيفاه ضاعف الحجم تاعها. شوفوا ما شاء الله جد رائعه حبيباتي. راح نعاود معكم راح نطيب معكم واحدة أخرى.
فوالا نحط الكمية بمجرد ما أنها تبدأ تدير فقاعات مباشرة بكل سرعة نزرب نقلب الحبة حبيباتي. والمبتدئات من الأحسن ديروا دي ميني بانكيك. هذه هي هاك حبيباتي، قلت لكم تقدروا ديروها لفطور الصباح، يعني أسهل منها ما كانش، وما في البنات صدقوني حبيباتي بنينة بزاف. المهم هذه هي اللي كانت الوصفة تاعنا تاع اليوم. توحشتكم، حبيت نجي نطلع عليكم بعد يعني في قرابة الأسبوعين ما حطيت لكمش فيديو. المهم حبيباتي ما تنساونيش دائما دعموني بالاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات يا البنات. الوصفات ما راهمش يلحقوكم لانكم ما راكمش مفعلين جرس التنبيهات حبيباتي. فعلوا جرس التنبيهات وما تنساوش تحطوا لي جام وتخليوا لي تعليقاتكم الطيبة حبيباتي، باه تحفزوني وبها اكيد راح والله نلقى دعم كبير من تعليقاتكم الطيبة، وهما اللي يخلوني دائما نافونسي. المهم حبيباتي هذه هي الوصفة تاع اليوم. وشوفوا التزيين اختيارية، تزيين نتوما احرار. وشوفوا كاين من الأحسن يعني تكون المقلاة تاعكم مليحة باه يجي متساويين في الطياب. المقلاة تاعي هنا شوية يعني قديمة شوية عليها، ما راه طيبتهم ليش بيان. المهم هما طابوا مليح، انما ما جاونيش الحبات متساويين في الطياب، الجهة الفوقانية مش كيما التحتانية. المهم حبيباتي هذو هما لي بانكيك تاوعنا وجاو هشين ورائعين. وقطعت لي كمية كبيرة حوالي 10 حبات او 12 حبة من هذا البانكيك. واكيد تحبوا حتى تحطوا دي ميني بانكيك، تحبوا تحطوهم في اللانش بوكس تاع ولادكم تحبوا. المهم هي فكرة بسيطة فقط حبيباتي يصلحوا الفطور الصباح. فوالا والله شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذيك الخفة، شوفوا ذيك الروعة ما شاء الله، جو هشين ما شاء الله. ووصفة هذه حطوها حبيباتي في عينيكم شافوا. وطريقة التزيين اختيارية، أنا قطعت عليهم كمية من الموز وشوكولا أتارتيني، عملت خطوط هكذا. هذا مكان، هذا هو تزييني البسيط. المهم أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم إن شاء الله. عفوا آسفة على الصوت أني بحانة شوية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم إن شاء الله حبيباتي. أتمنى تعجبكم الوصفة في نهاية الفيديو كالعادة. ما تنسوش تصليوا وتسلموا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي ونبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى الملتقى إن شاء الله حبيباتي في فيديو قادم بإذن الله.